بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا النهارده هنعمل قرص الأفران اللي هي المحشية بالعجوة. بصوا أنا هعملها معاكم إن شاء الله بطريقة حلوة جدا، وهقول لكم كمان على الأخطاء اللي احنا ممكن نتجنبها فيها وحصلت معايا يعني. تمام. هنسمي الله. هنا معايا كوباية مية دافية، عليها معلقة خميرة كبيرة أو كيس خميرة فورية، وهحط 5 معالق كبار سكر. تمام، كبار عشان العجينة تبقى آه، يعني مش عادبة، يبقى طعمها حلو. تمام. طبعا انا هنا هعمل كيلو دقيق، دي مقادير الكيلو. هقلب الخميره مع الميه كده تقليبه علشان خاطر تنشط معاها. بعدين هنزل بنص كوبايه زيت وكوبايه كبيره من اللبن، اللي هو مج الشاي العادي. المج ده انا بعاير بيه الدقيق واللبن وكل حاجه، والميه هو معايا في كل حاجه. بعدين نزلت ب معلقه كبيره من الخل، ومعلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره فانيليا بودره، مش سائله، لان الفانيليا السائله بتغير من طعم المعجنات والبسكوتات والحاجات دي. تمام. وبعدين هنزل معايا معلقتين كبار من السمنه، معلقتين كبار يعني هرميين كده، هنزل بنصهم كده في البدايه مع السوائل دي. وبعدين معايا هنا كوبايه لا، كيلو من الدقيق، بما يعادل 8 كوبايات من مج الشاي، اللي هو المج العادي اللي انا بعاير بيه كل حاجه ده. تمام. ده كيلو كامل. ما شاء الله الكيلو هيطلع لي بتاع 45 قطعه. هبدا اقلب الدقيق مع السوائل بتاعتي كده بالمعلقه الاول، وبعدين هاجم بقى هبدا المهم بايدي. تمام. معايا هنا نص كوبايه ميه، هخليها جنبي كده اخد منها بالتدريج والراحه كده، ما احطهاش في البدايه علشان كل نوع دي بيختلف من مكان عن التاني. آه الدقيق انا معايا دقيق فيه الدقيق بتاعي بيشرب سوائل، يعني العرق فيه كويس. فبرضو ما حطيتهاش، انا عارفه ان انا هستعملها بس ما حطيتهاش برضو. بخليها جنبي وباخدها بالتدريج كده، باخد على قد احتياجي بالتدريج كده بالراحه. انا ما خدتش من الكوبايه دي غير الشويه اللي انتوا شفتوهم. وبعدين بقى هنزل بالعجينه على المفرش بتاعي او على الرخامه بقى، وانزل فيها عجن. ببل ايدي كل ماده كده قبلها بله ميه، وارجع اعجن او اغسلها خالص وارجع اعجن تاني. ليه بقى بعمل كده؟ ما بشتغلش على طول، علشان العجينه دي محتاجه تتعجن عجن معاكي من 10 دقايق لربع ساعه. صدقيني لازم تحسبي وقتك. عارفه انت لو مش حاسبه الوقت هتفضلي تعجني تعجني تعجني، وهتقولي انا كده عجنت كتير وانت ما خدتيش الوقت الكفايه. لازم العجينه عشان تطلع معاكي هشه وخفيفه ومش مكتومه لازم تتعجن وتتخدم كويس قوي قوي قوي. حطيت انا معلقه السمنه اللي كانت فاضله معايا، وبرجع اعجن في العجينه تاني. هي بتفتل معايا كده، اول ما بحط السمنه بتفتح خالص، ولكن هترجع تلم بعضيها في الاخر، هتشوف العجينه عامله زي الملبن. بعدين معايا نص كيلو من عجوه التمر المنسوله جاهزه. هحط عليها معلقتين سمنه سخنين كده كبار، ومعلقه سمسم، واعجنها كده ببعضها واشكلها كور صغيره عشان اقعد احشيها في التانية. سبت العجينه خمرت معايا بقى في الجو البرد اللي احنا فيه ده حوالي ساعه كده. غطيتها بكيس نايلون وفوطه وسبتها على جنب. خدت معايا حوالي ساعه وخمرت بقت زي ما انتم شايفينها كده. ههبط بقى العجينه من الخمر بتاعها كده بالراحه، واخدها على المفرش وابدا اكور معايا على الميزانه هنا. انا بصي، موجود الميزان امين، مش موجوده خلاص بايديكي كده تظبطيها ميزان. عملت وزن القطعه من 35 ل 38 جرام، بس ما تعديش عن كده. وكده كانت معايا مظبوطه خالص. باخد بقى من اول قطعه انا كورتها، وببدا افتحها كده فتحه بسيطه زي ما انتم شايفين، واحط فيها كره العجوه، وبعدين هقفلها زي ما انتم شايفين كده، واتك عليها ما بين كف ايدي الاتنين. اتك عليها تتكيه بسيطه كده، بحيث ان انا افرد العجوه جواها. هخلصها بقى كلها تشكيل، احشيها كلها، وبعدين هبدا من اول واحده برضو، وابططها تبطيطه بس صغيره زي ما انتم شايفين كده اهي، بس فرده بسيطه كده. وبعدين بالعجله اللي هي بتاعه التقطيع دي، او بسكينه او باي حاجه، بس ثلاث فتحات من النص كده وبس. هحطها بقى في السوق بتاعي. انا اصلا مشغله الفرن، وادهن وشها باللبن، شويه لبن في طبق كده والفرشه، وادهن وشها بس مش اكتر من كده. وهعمل تشكيله تانية شكل الورده ده. هاخد السكينه اقسم الاول 4 مرات، وبعدين كل واحده هقسمها 2، يعني كده بقت معايا 8 مرات. يبقى انا قسمت القطعه 8 قطع، وبقطعها يعني باجي من عند الطرف كده واتك بصبعي كده، بتاخد شكل الورده بس كده. ودول كانوا فاضلين معايا ساده، ما كانش فاضل لهم عجوه، فعملتهم على شكل الفيونكه كده زي ما انتم شايفين. يعني هي مش واضحه، ايديا مداريه على الكاميرا، بس ان شاء الله بعملها في فيديو تاني كتير منها، وابين لكم بتتعمل ازاي. بصوا بقى، الخطأ اللي انا عايزاكم تتجنبوه واللي انا فعلا وقعت فيه، ان انت لو
البوتاجاز بتاعك مش قوي او النار بتاعته مش قويه، ما تعمليهوش في البوتاجاز، اعمليه في الفرن الغاز عادي، لانها بتبقى عايزه فرن عالي ويا دوبك تحمر من فوق ومن تحت، العجينه هشه وزي الفل، مش عايزه، مش محتاجه ان هي تقعد كتير وتستوي والكلام ده. بصي ما تقعديهاش في الفرن كتير، انت معاكي بصي من 10 دقايق لربع ساعه وبتطلعيها. إيه لو قعدت في الفرن كتير بتنشف، وفعلا هي نشفت مني شويه ولكن كانت خفيفه وجميله جدا. بس انت عشان عايزاها تطلع طريه معاكي، ما تطوليهاش في الفرن. يعني لو فرن البوتاجاز بتاعه ناره هاديه زي البوتاجاز عندي كده، بتدخليها تعمليها في الفرن الغاز احسن لك، تمام، علشان ما تنشفش. بس هو ده الخطأ اللي انا كنت